لو حسبتيها هتلاقي نفسك موفره كتير جدا جدا. طب ايه رايك بقى ان احنا هنجهز الكيس ده ب10 جنيه؟ والله ب10 جنيه. ده نفرز بقى النهارده البسله بطريقه الشركات، باسهل واجمل طريقه، وعايزه اقول لك هتفضل معاكي لاخر كيس عندك كده. بصي مش قادره اقول لك الحبايه عامله ازاي، وهقول لك كمان ابسط طريقه لازم تفرزي بيها البسله. اول حاجه يا جماعه ما تروحيش تجيبي البسله كده اللي انت بتفصصيها في البيت وتفرزيها، لا خالص، توفري على نفسك النهارده. وهقول لك ازاي تجيبي البسله اللي هتفضل، بصوا حبايه كده ما شاء الله عن حبايه، ما فيش ولا حبايه صغيره. عارفين يا جماعه البسله اللي احنا بنفصصها تلاقي كده الست فلاحه قاعده كده وايه ماسكه شنطه كده وعماله تفصص فيه، هي دي البسله يا جماعه اللي احنا لازم نفرصها. الحبايه ما شاء الله، بصوا الحبايه بتتكلم عن نفسها. النهارده انا جبت ايه بقى، معديه كده في السوق، قمت جايبه كيلو من البسله زي ما انتم شايفين، وعليها كيلو من الجزر. لو حسبتيها انا جايبه الكيلو ب60 جنيه، تمام. طيب الكيلو التاني في ناس بتباعها ب27 وفي ناس بتباعها ب30. طيب لو جبت 2 كيلو وبعد ما فصصتيهم وجيتي وزنتيهم هتلاقي بجد ان هم ما كملوش اصلا تقريبا كيلو الا ربع ولا حاجه. طب وعلى ايه؟ المهم يا جماعه كده ايه، انا جبت البسله بتاعتي وقطعت عليها الجزر وغسلتها كويس جدا 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 عشان انت هتطلعيها على الحله بتاعتك على طول. وبعد كده فوطه ناشفه كده نظيفه، ونزلي بقى البسله بتاعتك على الفوطه. بصوا لازم ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، ما تغسلهاش مثلا في مصفى وتقولي ده هي هتصفي نفسها، لا خالص، لازم تنشفيها كده بالفوطه بتاعتك عشان تفضل يعني ايه محافظه على لونها الاخضر ده لاخر كيس معاكي. بجد الطريقه دي يا جماعه حلوه جدا وهتسهل عليك الشهر رمضان الكريم ان شاء الله. عشان انتوا عارفين طبعا يا جماعه كده كل سنه وانتم طيبين، طبعا ده خلاص رمضان على الابواب ولازم كده نفرط كل حاجه عشان تقعدي هانم كده ان شاء الله للصلاه والعباده. بس ما شاء الله زي ما انتم شايفين نشفت معايا وبقت زي الفل. هنزلها بقى كده اهوت، وهقول لك على المكون السحري اللي هيفضل معاكي محافظه بجد على لونها وطراوتها كده لغايه اخر حبايه. يعتبر معلقه سكر الطعام بتاعنا، هتحطي معلقه كبيره كده اهوت على الكميه اللي انت عملتيها وقلبي كل ده. السكر يا جماعه هنا الماده الحافظه، بصوا يعني احنا يعني حفظناها كده تقعد معانا طول السنه في الفريزر ما شاء الله بمعلقه سكر بس. وقلبي كويس جدا جدا زي ما انت شايف. عندك بقى الاكياس اللي هي بتتقفل من فوق اشتغلي بيها، ما عندكيش اعملي زي حالتي، هتجيبي بقى اكياس التلاجة كده اهوت وهتحطي على قد الاكل، على قد الاكله. بس احنا كده كده في رمضان بنحب ان ايه الستات المصريين كده يا جماعه ما شاء الله علينا، يعني بنحب نعمل اكل كل يوم. فالاكل البايت بصراحه يعني انا بصراحه انا كرانيا يعني ما بحبش الاكل البايت استخدمه تاني يوم بصراحه، لا اعمل الاكل على قدي وتاني يوم اعمل فكره جديده. زي ما انت شايفه تطلعي منها الهواء كويس جدا جدا وتعملي على قد الاكله زي ما انت شايف. دي لما تطلعيها مع 3 4 بطاطسات كده اهوت هتبقى الاكله كده ما شاء الله كامله متكامله معاكي. اكيس كل البسله بتاعتي زي ما انت شايفه كده اهوت ماشي، وقولي لي رايك فيها ايه. والله العظيم البسله يا جماعه مش قادره اقول لكم على جمالها وحلاوتها، بصراحه بتتكلم كده عن نفسها. انا ما كنتش رايحه، انا رايحه السوق عشان اجيب قلقاس بصراحه وسلق وحاجات كده. المهم شفتها بقى كده اهوت، بصوا بجد خطفت قلبي كده. بسلايه ما شاء الله قد ايه كده، عامله زي البليايه كبيره جدا ومش قادره اقول لكم فريش كده وطازه ما شاء الله. المهم انا جبت كيلو بقى كده وقلت ايه لازم افرسها بقى. ما شاء الله الكيلو البسله مع كيلو الجزر والله العظيم عمل لي 7 اكياس هوريهم لكم في الاخر على قد الاكله. انا بحب احط فيها بطاطس، تطلعيها كده مع كام بطاطسايه واللهم لك الحمد والشكر. ايه رايك بقى في الجمال والحلاوه؟ طب وفرت عليك ولا ما وفرتيش؟ عايزه اقول لك كده ان الطريقه دي حلوه جدا جدا للتفريز، وبجد هتفضل عندك محتفظه بطعمها وبلونها وبشكلها وبريحتها، ولا ريحتها تغير ولا اي حاجه. اهم حاجه يا ست البنات لما تيجي تطلعيها على الاكل على الحله على طول، ما تسيبهاش ان هي ايه تفك وبعد كده تيجي تطبخيها، لا خالص. تحطيها تخلصي الصلصه بتاعتك وتقومي حطاها كده اهوت على طول. عايزه اقول لك اكنك لسه جايباها من السوق، دي خبره سنين والله العظيم، وجربيها على ضمانتي ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو لايك وكومنت وشير. مع السلامه.